السلام عليكم. ودائما في إطار الخبز الصحي الخالي من الدقيق، بطبيعة الحال بدون جلوتين. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفة بواحد المكون اللي متوفر عندنا بزاف في هذا رمضان. كيف ما كتشوفوا كيجي رطب وكيجي لذيذ وفيه فوائد صحية كثيرة ومتعددة وغني بالبروتين وكيشبع. تابعوا معي الوصفة، نبداو على بركة الله. في هذه الوصفة نحتاجو 200 غرام ديال حمص كارم، واللي هو المكون الاساسي ديال هذا الخبز. انا هنا كنستعمل عندي الحمص داك اللي ما فيش القشره، بيو. نتوما تقدروا تستعملوا الحمص العادي اللي عندكم. انا هذا هو اللي متوفر عندي حيت كنستعملو بزاف. عندي الزوج ديالي ما كيصلحش ليه بالقشره ديالو في المصران ديالو، داكشي علاش انا كنستعمل انا هذا بدون قشره. غادي نرقدوه، نخلوه مرقد 6 سوايع او ليله كامله. من بعد ما ترقد غادي تغسلوه مزيان، تصفوه من داك الماء اللي ترقد فيه وتغسلوه مزيان مزيان مزيان، وتعاودوا تصفوه وديروه في شي ماكينه ديال اللي غطحنوا فيها. غنزيد عليه 180 مليلتر ديال الماء عادي، وغادي نطحنوه. ما غنطيبو ما والو، غتخلوه هكاك خضر حيت كيولي رطب صافي. غتستعملوه عادي ملي كيترقد راه كيولي رطب. وكيف ما شفتوا غتزيدوا عليه الماء 180 مليلتر. غنخلي لكم كلشي مكتوب بالتفصيل في صندوق الوصف. وغادي تطحنوه مزيان 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 حتى غيولي، حتى ما يبقاش فيه داك الحبوب ديالو. غادي يطحن حتى غيولي بحال الكريمه. وكيف ما كتعرفوا الحمص فيه فوائد صحيه كثيره. كاين الناس بزاف اللي ما كيستهونوا به، ما كيعرفوش بالقيمه الغذائيه ديالو، من غير انه فيه البروتينات، ولكن هو كيعزز التوازن ديال الهرمونات خصوصا للنساء، وكيدعم صحه الحمل. كيوازن الهرمونات حيت فيه غني بالمواد اللي كتعزز هرمون الاستروجين، واللي عندها مشاكل في الهرمونات تدخلوا في التغذيه ديالها. وكيدعم حتى الحمل لان فيه حمض الفوليك والحديد، وفيه حتى الكالسيوم اللي ضروريين لنمو الجنين وصحه الام. ومفيد كذلك لصحه العظام حيت فيه الكالسيوم والمغنيسيوم، وكيقي من هشاشه العظام. هنا من بعد ما طحنتو غتاخذوا واحد الاناء غادي تخوه فيه ونزيدكم حاجه اخرى. الحمص مزيان للبشره، كيعزز انتاج الكولاجين وكيحسن من نضاره البشره وكيقلل حتى التجاعيد. غادي ناخذ 25 غرام ديال بذور الكتان وغادي نطحنها وغادي نضيفها على الخليط. ومن بعد غادي نضيف عليهم واحد معلقه صغيره او نص معلقه ديال الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق. وغادي نجمع الخليط مزيان حتى غيتخلط مع بعضياتهم. وغادي نضيف مكون ثالث اللي هو بذور النخاله ديال القطونه. تقريبا 40 غرام ديال نخاله ديال القطونه. الناس اللي عندهم ما عندهمش مشاكل في القطنيات يقدروا يدخلوا هذا الحمص في النظام ديالهم الغذائي، حيت كيف ما قلت لكم فيه فوائد صحيه متنوعه. هنايا بذور القطونه لا خديتو بهذه الطريقه، في بذور القطونه وفي زرعه الكتان ما كتحسوش به، ما كيعطيكمش دوك المشاكل ديال المصران. من بعد هنايا ملي زدت عليهم بذور النخاله ديال القطونه غادي نجمع الخليط مزيان وغادي نضيف عليهم خميره ديال الحلوى. واللي ما كيبغيش الخميره ديال الحلوى يقدر يدير الخميره العاديه. انا درت غير كميه صغيره قليله ديال خميره الحلوى. وغادي نضيف حتى معلقه ديال بيكربونات الصوديوم وجوج معالق كبار ديال الخل.
او معلقه وحده كبيره ديال الخل. لما عندكم خل تفاح، انا كنستعمل خل تفاح. لما عندكمش خل تفاح تقدروا ديروا معلقه كبيره ديال الحامض باش كيتفاعلوا وكيخمروا مزيان هذا الخبز. صافي، هذه هي المكونات. غنخلط مزيان هذا الشيء كامل حتى كيتجانس مع بعضياته، وغادي نخليه يرتاح واحد تقريبا 15 دقيقه، 10 دقائق ولا 15 دقيقه. غادي نغطيه وغنخليه حتى كيشرب مزيان. صافي، من بعد ما خمر هانتوما كتشوفوا تجمعت مزيان العجينه، وغادي غادي نشكلها كيف ما بغيتو. ديروها اشكالات اللي بغيتو. انا كنفضل درتها خبزه وحده. وغادي نزينها تزيين كيبقى على حسب الذوق. هنايا كيف ما غتشوفوا نحاول نجمعها، ما غنبسطهاش بزاف، نخليها بحال هكا. هي كتجمع ساهله هاد الوصفه. صافي، وغادي نزينها كيف ما لاحظتوا. من بعد غادي ندير فوق منها شويه البودور ديال الكتان. غادي التزيين كتبقى اختياري، ولا اي بودور عندكم، ولا تخلوها غير هكاك كيف ما بغيتو. هنايا نتوما بسطتها قاديتها، وغادي ندخلها الفران اللي سخنته على 180 درجه. غادي نخليها ما بين 50 حتى 60 دقيقه على نار مهيله، 180 درجه، حتى تشوفوا على حسب الفران حتى تشوفوها طابت تحمرات. غير كطيب. ما تخيلوش هذا الخبز كيجي لذيذ وما كيجيش فيه البنه ديال الحمص، وغير انه من غير انه كيشبع وصحي، وكيف ما قلت لكم فيه فوائد كثيره. كنتمنىكم تجربوا هذه الوصفه، راه كتجي رائعه كجميع الوصفات. اللي مجربين الوصفات ديال الخبز كلهم كيصدقوا ليا. كيكونوا وصفات ناجحات كيصدقوا. هنايا من بعد ما طابت خرجتها من الفران، وتقطعوها شويه سخونه. نتوما كيف ما كتشوفوا ما درت لا زيت لا حتى شي حاجه، لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه. نتوما كي كتشوفوا الخبزه كتجي خبز كيجي زوين ومقرمش من الفوق. حاولوا ما تقطعوش ديك الساعه. هنايا انا صافي واجده، غادي نغطيها ونخليها ترتاح شي شويه بما بردات شي شويه، ومن بعد بامكانكم تقطعوها. انتم كيف ما كتشوفوا الوصفه هي هذه، ما زايده ما ناقصه. كيجي الخبز بهذه الطريقه. لا تبعتوا المراحل. خبز ناجح جدا وليد، وما فيش نهائيا البنه ديال الحمص. هنايا انا شديتها كنقطعها طريفات صغار، هادو كنقطعها كامله. نهار الاول كناكل داكشي اللي قديت عليه، وداكشي اللي بقى ليا كنشدو كنديرو بحال الطوست، كنحمرو في الفران، اما في البانيني. وكيبقى لك كل مره تاكلي طريف، او تشدو دهنوه ولا المهم تستعملوه كيف ما بغيتو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، وكنتمنىكم تجربوها. مع السلامه.